تمام كده؟ بيتطلب ازاي لما نيجي ناخد بقى رسمه ونبدا نشرحها هتلاقي الموضوع سهل جدا جدا. طب هناخد اخر حاجه بس النهارده كده بعدين نكمل بقى مره ثانيه. اخر حاجه النهارده هناخدها هناخد ايه مثلا؟ لو انا عندي 3 مساقط بالشكل ده، مسقط راسي اهو، مسقط افقي بالشكل ده، 3 مساقط معلومه مش مجهوله. انت ملاحظ ان انا حاطط الابعاد في المسقطين 2 بس؟ تعرف تجيب الابعاد بتاعت المسقط اللي موجود ده؟ يعني الحته دي لما اقول لك الحته دي كام؟ تقول لي كام؟ 40 صح كده؟ طب ومن هنا لهنا كام؟ 80 طب ومن هنا لهنا كام؟ من هنا 60 ومن هنا لهنا كام كلها؟ 90 يا راجل لا من هنا لغايه هنا كام؟ من ازاي؟ لا 160 اللي هي صح كده؟ انا عندي 3 مساقط هم انا عارف ابعادهم مش بستنتجهم، عاوز انقلهم في لوحه الرسم. تمام كده؟ لوحه الرسم اللي هي الورقه بتاعت الرسم اللي انت بترسم فيها، الورقه بتاعت الرسم الفاضيه، الورقه بتاعت الرسم اللي انت بترسم فيها دي عباره عن ايه؟ عباره عن ورقه بالشكل ده اهو، انت لزقتها على اللوحه بتاعتك، وهنشرح المره الجايه لزقتها للمره ال10 مفيش مشاكل. ورقه عندك فاضيه عاوز احط فيها ال3 مساقط دول هنا. بس في حاجه اسمها تقسيم اللوحه، تقسيم اللوحه يعني ايه؟ يعني انا لما اجي احط ال3 مساقط في الورقه بتاعت الرسم يتحطوا بشكل متناسق، ما يبقوش قريبين من بعض في حته وبعاد عن بعض في حته. عشان اعمل الموضوع ده اعمل ايه؟ بعد ما بلزق اللوحه واقوم برجوزها سطر من كل ناحيه، ابدا اقيس البرواز من هنا لهنا كام؟ ابدا اقيس البرواز من هنا لهنا كام؟ لما انت قست اللوحه طلعت عندك من هنا 340 مللي. تمام؟ اللوحه طلعت عندك الابعاد بقى زي ما تطلع معاك ما فيهاش حاجه ثابته يعني. تمام؟ ولما جيت قست المسقط ده هقول لك طلع كام؟ لقيت ده كده 265. يعني انا لما قست اللوحه لقيت طولها ده 265 ولقيت العرض بتاعها ده 340. انا عاوز اجيب المسقط ده احطه هنا واحطه هنا بكل الابعاد متساويه. يعني ايه؟ يعني عاوز احط المسقط الراسي هنا. المسقط الراسي ده كام في كام؟ اقرا وقول لي بقى. ده الراسي. الراس اهو وهنا الجنب. المسقط الراسي كام؟ والمسقط الجنب كام؟ والمسقط الافقي كام بكام؟ ابعاده كام في كام؟ ومكتوبه قدامك. ها؟ كان ب 90 في 115 واحد بس، ده كام في كام؟ ده كده كام؟ 80 160 احنا قلنا اهو 160 اهو صح كده؟ وطوله ده كده كام؟ 115 115 55 و60. طب ومسقط الجنب كام في كام؟ 90 في كام؟ في 115 115. ومسقط الافقي 160 برضه اكيد في كام بقى؟ في 160 لا 160 هي الابعاد بتيجي كده على فكره عشان بس تبقى عارف. 115 يبقى كام؟ 115 55. بص كويس، البعد بيجي كده اهو 90 كده ها
90. تمام؟ يبقى كده ده 90. طب ازاي دي جت فزورة. 90 أصلاً؟ إيه؟ ازاي عايز اعرف مسافه 90؟ بص المسقط الجنبي ده ابعاده بتيجي كده. الاطوال دي تيجي بالشكل ده. المسقط الراس بيجي كده. الجنب بيجي كده. الجنب بيجي كده. الجنب ده لما يجي ينزل على الافق ينزل بالشكل ده. يعني تمام. بيجي بالرأس لما بيجي بالافق ما بيجيش بالجنب. البعد ده اللي هو من هنا لهنا هو بينزل كده. تمام؟ طيب. بقى في عندك فزوره هنا. دي فزوره بتقول لك ايه؟ المستطيل ده ابعاده دي ودي ودي، والمستطيل الكبير ده ابعاده دي ودي. عاوزك بقى تحط لي المستطيل ده والمستطيل ده جنب بعض، بس تكون المسافه اللي من هنا لهنا قد من هنا لهنا قد من هنا لهنا. واحد شاطر بقى يحسبها ويقول لي. فالصوره دي كلها كام؟ 340 دي كام؟ 160 ودي كام؟ 90. جبت بقى الثلاث فراغات اللي هنا دول. بالآلة بقى. بالآلة احسبها لي بالآلة. طب احسبها احسبها لي بالآلة. أنا عاوز أعرف المسافات دي كام؟ كل مسافة دول كام؟ طب 90 يا استاذ 90 أنا عاوز المسافة الواحدة. 30. كام ودي كام ودي كام؟ 30. ها؟ يبقى 90 وصلت لغاية 90 دي. وصلت لغاية فين 90؟ جبتها من 90. جمعت المجموع الكلي بتاع جمعت ال 160 والايه؟ وال 90 طلع كام؟ 250 250 طلعتها من مين؟ 340 طلع كام؟ 90 ال 90 بقى معاك ثابته اهي. احسبها بقى على 3 30. عشان تطلع 30. انا سامعك بالظبط خلاص. واخد بالك؟ بس بكمل له عشان هو واقف في حته يعني. تمام؟ جيب لي بقى المسافه ما بين المسقط اللي فوق ده اللي هو ده وده وده. مش 15 50 يعني 50 هتقسم على 30 ليه؟ احسب كويس. 30 ايوه 115 و 90 كام؟ 90 كام؟ 205 حلو قوي. كده 205 تطلع من 20 كله على تطلع كام دي؟ من 265 205 على 265 هذا كده 60 60 هو واخد ال 60 مقسوم على 3 تربيع 20 هو ده تقسيم اللوحه. تقسيم اللوحه كده. تقسيم اللوحه بنجيب المستطيل اللي احنا هنرسم فيه ونقيسه ونشوف الرسمه اصلا عندي كام. ما بتبقاش ثابته بقى. لوحه الورق ما بتبقاش ثابته ولا الرسمه ما بتبقاش ثابته. ده اللي اسمه تقسيم الايه؟ اللوحه. شوفها انا بقول بس عشان بتاع ازاي كده؟ ها؟ بتاع ازاي كده؟ أي مسقط الراس والأفقي الطول عمل اللي هو الراس والأفقي. طيب احنا لما قسنا المستطيل اللي جوه ده بعد ما بنبص طلع عندك كام؟ المسقط ده 115 دي جايبينه منين؟ من الرسمه. جايبينها من الرسمه الابعاد دي. ده من هنا لهنا 115 وال 90 دي برضه من الرسمه. 115 وال 90 كام؟ 205. 205 هنطرحهم من الطول ده اللي هو كام؟ طلع كام؟ 205 ولا 265؟ يبقى 50. لا واحدة 60. ال 60 دول هنقسمهم على الثلاثة هتبقى هنا 20 هنا 20 هنا 20. تمام؟ ماشي يا رجاله؟ كل ده مدخل لبداية الرسم. المرة الجاية بقى هناخد رسمة وهنشوف ازاي نستخدم المسقط الثالث بتاعها. اتفقنا يا رجاله؟ اتفقنا؟ مش عايز حد بقى يغيب. واحد مش عايز حد يغيب. انا عاوزك تعمل ايه بقى؟ عاوزك تحضر معايا عشان نكمل. وان شاء الله الناس اللي مش هتحضر هنبعت لها برضه فيديو بالشرح اللي احنا قلناه على اساس كل الناس تستفيد.